أهم علامات الساعة إن البنت تعلي صوتها على والدتها. لازم تتأكد إن أبوك وأمك فاهمين أكتر منك. يا رب انتقم من ابني يا رب. انت زي ما انت راضينا ربنا يرضيك. أولاد النهاردة بيشتكوا من فتن قاتلة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. يا ابني إذا كنت مؤمن بالآخرة تذكر فاعلم يقين. الولد أو البنت اعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة إلا إذا رضي عنك والدك وإن مت شهيدا. واللي بيظلموني برضو ترضيهم، بيأذوني برضو ترضيهم في غير معصية الله. دول بيعملوا برضو ترضيهم. أبوك وأمك نعالهم فوق راسك. ليه؟ عشان أبوك وأمك، عشان ده أبوك ودي أمك، مش عشان هم كويسين. يعقل والديه مهما يصلي ومهما يصوم ومهما صلاته لا ترفع إلى الله عز وجل. لو مخصم والدك بالك 2 أو 3 أو 4 صلاتك لا ترفع إلى الله عز وجل، ويوم القيامة تحرم من هذه الصلاة لو ضللت على ذلك. من السعادة للولد أن يكون بارا بأبويه. الجنة تحت أقدام الأمهات. مش حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال له ألك أم؟ قال نعم. قال الزم قدمها فثم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين أمك وأبوك الباب الوسطاني بتاع الجنة هم طريق الجنة. أبوك وأمك. أغلى شيء في حياتي كلها أمي، أغلى من أولادي وأغلى من نسائي وأغلى من إخواتي. ليس هناك أحد على وجه الأرض أغلى مني. ولو إن أحد يفتدي أحدا لافتديت. أب بيدعي في الكعبة على ابنه، رفع ايده كده يقول يا رب انتقم من ابن فلان الفلاني، يا رب انتقم من ابني، يا رب انا جاي لك مخصوص عشان تنتقم لي، يا رب ماليش الا انت، انا ليا غيرك، ابني ضربني يا رب، ابني ضربني واهنه قدام الناس، يا رب انتقم من ابني يا رب. تصور اب يصل الى الكعبة مخصوص عشان يقوم بالدعاء على ولده. لازم تخوف ابنك من ربنا عشان ما تجرأش عليك. ولا تقل لهما اف يا ابني روح اكل عيش يضرب الاب. يلعبوا كاراتيه، يلعبوا كونغ فو في الاباء والامهات. مآسي يا اخواني، مآسي. عشان كده المطلوب منك تخوف ابنك من ربنا. واياي فارهبون، عشان لما انت تكبر وتبقى راجل عجوز ومش قادر تتحرك ابنك يستخدم قوته انه يسندك، انه يكون تحت رجليك خايف عليك. عايزين البيت يبقى مليان بركات ورحمات وهدوء وطاعات. وفي الاخر هي كلمة واحدة. الوالد اوسط ابواب الجنة. مشاعر ازيك يا ام؟ ربنا يسترك ويكرمك ويمتعك بالصحة والعافية. ازي حالك يا؟ الحمد لله بخير والله. ربنا يسعدك ويرضيك. امين يا رب. انت زي ما انت راضينا ربنا يرضيك ويكفيك شر المرض ويمتعك بصحتك ويسترها معاك يا محمد يا ابن قلب وكده، واعطلك مال ما يتعدي وكلمة ما تترد، ووسع دعوتك ومكنك منها كمان واجعل السعد خدامك، وبكل خطوة تخطيها الطب اللي اديت عليه يسمى عليك يابا. ربنا يحفظك يابا ويسعدك ومتعك بصحتك ومتعك بعافيتك ويكفيك شر المرض. امين. ربنا يبارك فيك. ربنا يطعمه ويرضيه ويسعده. مين اللي هيشهد للعروسه يا امه؟ لا يابا، لو والله بقولها من قلبي يا كدوم. الله يسترك يا رب. بدعي لك في كل وقت بالليل ونهار
ربنا يبارك فيك ومتعك يجعل السعد كده خدامك يا رب. آمين. ربنا يكرمك يا أم، جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أخرجه البخاري.